سيبنا بقى من كاس العالم شوية ونرجع بقى للمتعة والإثارة وأقوى دوري في العالم. مش ده يا ابني؟ أيوة ده. النهاردة رجال 100 عقبة بيخطفوا أهم لقب من الشياطين الحمر. رجالة الزمالك النهاردة خدوا 3 بونت من بق الأسد في ليلة سقوط النادي الأهلي برعاية محمد مجدي قفشة. ما تنساش تعمل لايك لو لسه ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. هنبدأ مع بعض النهاردة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي. المباراة اللي دخلها الزمالك بيلعب بطريقة 4-3-3 اللي مش متعود عليها طبعا، بيلاعب البنك الأهلي حلمي طولان اللي بيلعب ب3-5-2. وده كان السر إن حلمي طولان النهاردة كان مستحوذ الشوط الأول وخلق فرص قوية على نادي الزمالك من الشوط الأول. 4-3-3، 3 في نص الملعب بيقابلوهم 5 هناك من البنك الأهلي. بتلعب 3 ونص ملعب في الزمالك. إمام عاشور كرقم 10، تحتيه 2 ديفندرات السيسي ورؤى. طبعا خسرت الاستحواذ، خسرت معركة نص الملعب من الشوط الأول، وبتلعب ب3 رؤوس حربة: زيزو ويوسف حسن وعندك الجزيري يوسف حسن. 2 رؤوس حربة وبتلعب بالتلاتة لا مركزية، كل واحد بيبدلوا مع بعض. طب هما 2 رؤوس حربة، فين الجناح بتاعك؟ 3 وما بيرجعوش يدافعوا، فالتلاتة بتوع نص الملعب اتكشفوا قصاد ال5 لعيبة اللي بتلعب بالبنك الأهلي. عشان كده فقدت الاستحواذ وفقدت السيطرة على الكرة في نص الملعب، وده اللي عمل عليك هجمات خطرة من الشوط الأول كان ممكن تكلف الزمالك 1 و2-0 من الشوط الأول. بدأ فيريرا يظبط الكلام ده بداية بدري بدري كده بين الشوطين، لما جه بيوسف أسامة نبيه، وجه بسامسون. بدأت الأمور تستقر شوية في هجوم نادي الزمالك بالأدوار الدفاعية، بس نص الملعب برضو أنت كنت مفتقده، إلا إن أنت خرجت رؤى والسيسي ونزلت دونجا القوي جدا بصراحة، إضافة قوية جدا لنص ملعب الزمالك، وسحبت إمام عاشور جنبه وسبت شيكابالا يلعب رقم 10 مكانه الطبيعي، صانع ألعاب تحت ال3 رؤوس حربة. بالمناسبة أنا عايز أقول حاجة: شيكابالا أحسن لاعب في مصر، تختلف تتفق، شيكابالا رغم كبر سنه أحسن لاعب في مصر، مفيش كلمتين. هدف نادي الزمالك كل حاجة سهلة إلا لعبة شيكابالا، إن أنت تستلم وسط 5 6 مدافعين وتلف تطلع زيزو. دي مش أي حد يعملها في مصر، ولازم عشان تعملها لازم تكون شيكابالا. أعتقد إن تغيير شيكابالا هو اللي فرق في الماتش كله. نزل شيكابالا مكان امام عاشور عشان يلعب رقم 10، وسحب امام عاشور جنب دونجا عشان يلعبوا 2 ارتكاز تحت شيكابالا، وده مكان امام عاشور الاصلي. امام عاشور من امتى بيلعب رقم 10 يعني؟ الاخر دي الزمالك عايز يكسب، مش مفرط في المكسب، رغم ان البنك عمل مباراة قوية جدا، بس الزمالك كانت روح حاضرة الاخر دقيقة قدروا يكسبوا وكانوا يستاهلوا ال3 بونت. المباراة التانية النهاردة كانت بين النادي الأهلي وبين فيوتشر علي ماهر، كانت مباراة تكتيكية تفوق فيها علي ماهر على كولر. علي ماهر نازل يلعب 4-4-2، بيأمن دفاعاته وبيأمن نص ملعبه اللي بيقابل نص ملعب قوي في النادي الأهلي علشان يضغط على الأهلي من فوق. هو عارف إن قوة النادي الأهلي في الهجمة المنظمة اللي بتبدأ من تحت. النادي الأهلي بيحب يبدأ الكرة من تحت، تطلع هجمة منظمة، بتبقى الكرة دي خطيرة على أي نص ملعب تاني. هو حب يضغط على الأهلي من فوق عشان ما يضرب ويعمل خلل في بداية الهجمة من تحت، إلا إن الطرد المبكر في أول 20 دقيقة عمر كمال قد يكون أفقد فريق فيوتشر توازنه الشوط الأول، وده اللي ما قدرش يستغله الكولر. في أولا أول خطأ عمله الروتيشن، عمل الروتيشن في 4 مهاجمين مرة واحدة، يعني الراس حربة و3 اللي تحتيهم اتغيروا مرة واحدة. أعتقد دي أول خطأ ارتكبه كولر، كان ممكن تعمل روتيشن في 2 بس وتسيب 2 منهم من اللي لعبوا الماتشات اللي قبل كده أخدوا انسجام من الفرقة واخدوا رتم المباريات، لكن تغير ال4 مرة واحدة ده أول خطأ عمله كولر. كولر النهاردة نازل يلعب بمحمد شريف راس حربة، تحتيه 3 قفشة، على يمينه حسين الشحات وعلى شماله شادي. جربت حسام حسن كجناح عشان ما عندكش وفرة في الجناح، فجربت حسام حسن يمين وشمال، وجربت شادي، وجربت كل الناس، وما جربتش محمد شريف اللي هو أصلا قبل ما يجي النادي الأهلي كان جناح. يعني طب ما تجرب محمد شريف جناح وتسيب شادي. على فكرة جون النادي الأهلي بعد ما محمد شريف هو اللي طلع جناح وشادي دخل سنتر فيرود، جه جول النادي الأهلي. من بعد اللحظة دي راح مخليهم مغيرين، خلى محمد شريف يلعب جناح وخلى شادي يلعب سنتر فيرود. طب ما هي كده من الأول،
جربت كل الناس، جرب شريف. شريف كويس، احسن واحد ممكن يلعب من رؤوس الحربة اللي عندك في الجناح هو محمد شريف، وقد كان. النهارده دي اول غلطه. تاني غلطه، انت بتلعب فريق كامل عدد قصاد فرقه ناقصه لعيب، من اول تلت ساعه مش عارف تخلص، عندك مشكله هجوميه. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في لعيبه زي محمد مجدي قفشه اللي عنده نفسيه كده من القعدان بره، وقلنا اتكلمنا على الفيديو اللي فات في الكلام ده، الروتيشن بين اللعيبه. بدات تنزل في كريم فؤاد وتنزل في احمد عبد القادر. طيب انت بعد ما تعادلت وبقيت 1-1، وبدأت خرجت حسين الشحات وخليت مكانه يروح كريم فؤاد، وخرجت شادي وخليت مكانه محمد شريف راس حربة، وخليت احمد عبد القادر الناحية التانية هناك. لغاية دلوقتي انت كلامك مظبوط. طب بعد ما اتعادلت وهتنزل برونو سافيو، ليه بتطلع محمد شريف؟ ليه بتطلع محمد شريف؟ انت هتنزل برونو وهتنزل حسام حسن، خلي حسام حسن يلعب مع محمد شريف، وبدل ما تطلع محمد شريف طلع مجدي قفشه. ما هو مجدي قفشه وبرونو سافيو مش هيلعبوا مع بعض الملعب، مش هيشيلوا هما الاثنين. كان ممكن تطلع قفشه وتسيب محمد شريف يلعب محمد شريف، ويلعب حسام حسن اتنين رؤوس حربة، وخلي تحتهم برونو سافيو، وعلى شمالك عبد القادر، وعلى يمينك كريم فؤاد. لكن انت تسحب راس حربة، نزلت راس حربة تطلع راس حربة التاني يعني؟ وانت نازل اول ماتش بتلعب باتنين رؤوس حربة، واخر ماتش لما انت متعادل ومحتاج هدف تطلع راس حربة تلعب براس حربة واحد يعني؟ وانت مش محتاج هدف بتلعب باتنين رؤوس حربة، ولما تبقى محتاج هدف تلعب براس حربة واحد. اعتقد دي كانت اكبر غلطة عملها النهارده كولر. اخر ماتش عندك راس حربة وعندك صانع لعب في الملعب، عايز طلع صانع اللعب لان انت منزل مكانه برونو سافيو، طلع قفشه، ما كانش حصلت كل المشاكل دي، وخلي قدامه اتنين رؤوس حربة حسام حسن ومحمد شريف، تعمل زياده عدديه في المنطقه. قفشه خلاص دماغه بره النادي الاهلي. قفشه عايز يمشي، سيبوه يمشي يا جماعه، هو خلاص دماغه مش في الملعب. دماغه هو مين اصلا اللي يخلي قفشه ينفذ ضربه الجزاء علي معلول موجود في الملعب؟ علي معلول موجود في الملعب خلاص، هو المسؤول عن التنفيذ. يعني كولر النهارده اخطأ بصراحة. يعني برافو علي ماهر وبرافو رجالة فيوتشر على الأداء اللي عملوه. يعني روح عالية بصراحة، يستاهلوا عليها التعادل ويستاهلوا البونت اللي أخدوه من النادي الأهلي. فرقة بتلعب ناقص العدد من أول 20 دقيقة وتوصل بالمستوى ده لآخر الماتش، بصراحة برافو يعني.